السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تربية على مهل، مساحة هادئة للتربية فيها وعي، صبر، ولمسة رحمة. مع بعض نفهم، نهدأ، ونربي على مهل. في حلقة اليوم هنناقش تأثير الكلمة على الأبناء. فكرت قبل كده إن الكلمة اللي بتقوليها لطفلك ممكن تعيش جواه طول عمره؟ الكلمات مش بتختفي، هي بتبقى صدى جوه القلب، بتتحول مع الوقت لصوت داخلي بيكلم الطفل لما يكبر. فيه أطفال جواهم صوت بيقول أنا محبوب حتى لو غلطت، وفيه أطفال جواهم صوت تاني بيقول أنا فاشل، أنا دايما بغلط، محدش راضي عني. والفرق بينهم كلمة، كلمة قالتها أم في لحظة وراحت، لكن جوه الطفل ما راحتش. خليني أحكي لك حكاية زهرة وعمر ابنها. عمر طفل ذكي بس شقي شوية، بيتحرك كتير ودماغه شغالة دايما. في يوم رجع البيت قلب كوباية العصير بالغلط. مامته زهرة كانت تعبانة قوي، فقالت بعصبية انت عمرك ما هتتعلم، دايما بتغلط. سكت عمر وقال بهدوء آسف يا ماما. بس اللي حصل بعد كده كان أهم. في كل مرة يحاول عمر يعمل حاجة جديدة، كان صوته الداخلي يقوله ما تحاولش، انت بتغلط على طول. بعد فترة بقى طفل بيخاف يجرب وبيخاف يغلط، لأن كلمة واحدة خلت الغلط يعني فشل. تعال نحلل الموقف. الأم ما كانتش تقصد تهده، كانت تعبانة وخرجت منها الكلمة بسرعة، لكن الطفل ما سمعهاش توبيخ وبس، سمعها حقيقة عن نفسه. وده اللي بيحصل دايما، الطفل بيتشكل بصوتك الداخلي. صوتك هو المراية اللي بيشوف بيها نفسه. لو سمع منك كلمات تشجيع وثقة، هينشأ صوته الداخلي داعم ومحب. ولو سمع منك نقد وسخرية، هينشأ جواه جلد ذات وضعف وخوف. ورقة وقلم ويلا بينا. جربي النهاردة خطوة بسيطة جدا. خدي ورقة صغيرة واكتبي 3 كلمات بتقوليها لولادك كل يوم. فكري الكلمة دي بتبني ولا بتهد، وبعدين قرري تغيري واحدة منهم على الأقل لجملة تشجع وتزرع ثقة بدل اللوم. نضرب مثال، بدل ما انت دايما تقولي انت دايما بتغلط، قولي ولا يهمك، المرة الجاية هتكون أحسن. بدل ما بتسمعش الكلام، قولي أنا محتاجة منك تسمعني شوية عشان نعرف نتصرف سوا. بدل أنا تعبت منك، قولي أنا بحبك بس محتاجة نرتاح شوية وبعدين نحكي. جربي كل يوم تقولي جملة إيجابية بسيطة: أنا فخورة بيك، أنا فخورة بيكي، وجودكم مفرحني. وزي برضو تقولي بحب طريقتك لما بتساعد. يمكن تحس إنها بسيطة في الأول، لكن الطفل بيخزنها جواه كأنها كنز صغير تسنده لما يكبر وتخليه يآمن بنفسه. وتذكري قول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، والناس دي أولهم أولادنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. يعني كل مرة تقولي لهم كلمة حلوة، ربنا يكتبها لك صدقة بإذن الله، مش بس في ميزان حسناتك، لكن كمان هتشوفيها في تربية أولادك لما يكبروا بنفس طيبة وقلب مطمن. لحظة هدوء، خدي نفس هادي دلوقتي وغمضي عينيكي وافتكري آخر كلمة وجعت طفلك. سامحي نفسك وابدأي من جديد، وقولي الكلمة المرة الجاية بحب
قوليها وانت فاكرة إنها بتعيش جواه. الكلمة ممكن تكون سلاح يهدم أو حضن يبني. اختاري تكوني صوت الأمان في حياة طفلك، لأن التربية مش بس تصحيح أخطاء، التربية هي كلمة طيبة تبني إنسان. كلمة طيبة كل يوم، طفل أقوى نفسيا. وشكرا لمتابعتكم في تربية على مهل. وفعلي الجرس واشتركي في القناة ليصلك كل جديد. وشاركينا بكلمة طيبة بتقوليها لأطفالك دايما.